هرقلة المدينة السياحية الجميلة، المدينة السياحية نظيفة، تعمل 66 كيف، مثلوا فيها عدة هكا مسلسلات وأفلام. طل بطبيعة البحر الأبيض المتوسط، هي منطقة سياحية ولا أجمل ولا أروع. باهية شبعانة بالعقل بالرزانة بالكالمة، باهية كمنتجع هكا صيف تعدي فيه الصيف باش هكا ترتاح من ضوضاء العام بكله. كيف هي مدينة فيها زادة الصناعات التقليدية وموروث زادة تحفون ياسر جميل ياسر ثقافي وغيره. لهنا شدينا هكا رحال من كنا هكا نصيفوا في شيرة الساحل، بالتحديد شط مريم الولاية سوسة جوهرة الساحل. قلنا باش نعملوا كل يوم هكا جولة في إحدى المدن الساحلية. بدينا الحق رجعنا هكا بشوية، بدينا بهرقلة وبعد مشينا هكا برشا هكا مناطق سياحية، فيهم اللي صورتهم وفيهم اللي مصورتهمش. لهنا خلطنا الهرقلة، فيهم ديار كما يقولوا ديار البحر، وفيهم ديار تابعين الافهاج وسنيت وغيره، الى جانب معناتها الفيلات الفخمه والعباد نظاف. حتى الطابع الاصيل، الطابع الاوتنتيك موجود وبقوه، تحس هكا ثم حاجه اصيله هكا تجبدك في المنطقة هذه من ناحية خاصة النظافة والمناظر الطبيعية اللي خلقها ربي ويرحم جدودهم وين حطوهم. هذا اللي تشوفوا فيه الفالاز والميناء البحري من غادي، منظر جميل الحق، معناتها شاطئ غير مهيأ للعومان للسباحة. تنجموا معناتها تسلوا، ثم شطوط مهيئة وثم شطوط غير مهيئة، فكل شيء للعوامة وللغطاسة. حبيت نقول للناس اللي تعرف تعوم بالكدا بالكدا. لهنا هذه المدينة العربي فيها هذه الزعف أو ما يعبر عليه صناعة حرفية من الحلفة. خديت يعني حاجات تخص المطبخ، تو تشوفوها في قناتي الزمن الجميل مع هدى. كما تعرفوا هذه قناتي بنت بوها، نحط فيها الفلوجات متاعي المناطق السياحية، عملتها للكيف، تعريف هكا بالمناطق اللي تعجبني، نحب نعرف بها. هرقلة الحق ما تستاهل الزيارة سواء في الصيف ولا في الشتاء، منطقة سياحية جميلة كالمة هادئة نظيفة، عبدها باهين مضيافين. للناس اللي تبحث على الهدوء معليهم كان بالبلان هذايا، سي ان بون بلان بالنسبة للناس اللي تبحث على الهدوء وعلى السكينة. حبيت نعمل معكم هالجولة الخفيفة هذه في المدينة، من المدينة العربي للمدينة السوري، وهكذا دواليك تشبه ياسر ياسر سيدي بوسعيد في كل شيء. أما عندهم خصوصية كما قلتك، خاصة الصناعات الحرفية اللي تخص الحلفة. بطبيعة الحلفة ما عندهمش تقريبا يجيبوها من جهة أخرى، لكن عندهم هكا منتوج يعني خاصة فك القفف كيما الجابس معروفة بالقفف الجابسية، كيما هما زادا نتاع السعف، كيما يعني هرقلة معروفة بالقفف. وبرشا حاجات برشا حاجات تنصحكم تمشيوا تشوفوا على عين المكان خير. لهنا هذا الميناء البحري، ميناء الصيد البحري بهرقلة. كيف مشينا في اخر العشيه، بالطبيعه ما ثماش وقتها ما ثماش حوت. نلقاو الصباح بكري خاصة عند الحواتة وكل شيء، لكن احنا حبينا هكا نعملوا هكا جولة، كل ما نمشيو هكا البلاصة نستكشفوا المكان، شوفوا هكا الهدوء وهكا السكينة متاع البحر، راحة نفسانية ولا أروع. نحب ياسر البحورات من النوعية هذه، نحب ياسر المناطق الجميلة الأوتنتيك من النوعية هذه. هرقلة عجبتني ياسر، كيما عجبتني عمناول راس انجلة، كان بون بلان زاده بالنسبه لي انا، وكانت اكتشاف. بطبيعه برشا ناس يعرفوها البلاصه، لكن كل ما نمشي لبلاصه هكا جديده، صحيحه هرقلة تعديت عليها برشا مرات، لكن المره هذه معناتها يعني درنا فيها بالكدا بالكدا واكتشفناها، وكان اكتشاف جميل، وحبيت نشارككم هالاكتشاف هذايا وها الروعه هذه اللي خلقها ربي مع النوعيه متاع الناس النظاف اللي يحبوا بلادهم بالحق.
بالحق حاجة تعمل 66 كيف، معناتها نظافة والعفافة كما يقولوا، نظافة لها جهود مع حسن الترحاب مع الخصوصية، معناتها الحرفية للجهة والرياض والسكينة. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، إلى اللقاء في فلوج جديد من إحدى المدن التونسية الجميلة والرائعة. ومن ودكم كان بالحاجة الباهية، وننصحكم باللي باش تشوفوه توا أنا مقصرة، ننصحكم تزوروا هرقلة. بسلامة.